جونرة الافلام متنوعه جدا. يعني في اكشن، في رومانسي، في كوميدي، في رومانتك كوميدي، في رومانتك اكشن، في مغامره، في رعب، في حاجات كتير قوي. الفيلم اللي انا هتكلم عليه ده مجمع تقريبا كده نص جونرة الافلام كلها في ساعتين. ازيكم يا جماعه، انا بيير والنهارده هنتكلم عن فيلم. الفيلم بطولة مايكل بي جوردن وهيلي ستاينفيلد ونامي موساكو، وكتابة واخراج راين كروج. القصة على IMDb بتقول ان في اخين توأم قرروا يسيبوا حياتهم المليئة بالمشاكل ويرجعوا لبلدهم عشان يبدأوا حياة جديدة، ولكن كان ينتظرهم شر كبير. قصة ممكن تتحكي في انواع كتير من الافلام زي اللي احنا قلناه، لكن كاتب ومخرج الفيلم راين كوجلر قرر ان هو يحكي القصة عن طريق جونرز كتير قوي، وده في الطبيعي بيصعب الموضوع دوت على المخرج مهما كانت خبرته او قدرته على استخدام ادواته. قصه الفيلم بعيدا عن IMDb بتقول ان في اخين توأم قرروا يسيبوا حياه العصابات وراهم ويرجعوا لبلدهم تاني عشان يفتحوا مشروع هو مش واضح قوي اسمه. يعني هو مكان الناس ممكن ترقص وتغني فيه، بس ما هوش بار بالمعنى التقليدي بتاعه. زمن الفيلم تقريبا كده من 100 سنه. في الوقت ده الحياه بتاعت السود كانت صعبه جدا، والعنصريه ضدهم كانت شيء طبيعي، وده يعتبر اساس الفيلم. السود بقى في امريكا مسؤولين عن 3 انواع مزيكا. اول واحد اللي هو الجاز، اللي هو فيه تناغم كده بين الالات وارتجال، وفي نفس الوقت بيبقى فيه رقصه وفرحه، حاجه كده شبه فيلم لا لا لا. النوع الثاني اللي هو الهيب هوب، جزء منه يعتبر الراب اللي هو بنحكي فيه القصص بتاعه اليوم بتاعنا. النوع الثالث بقى وهو بطل الفيلم اللي هي مزيكه البلوز. القهر اللي كان بيتعرض له السود في امريكا في الوقت ده وقبل كده كمان كان سبب مباشر في مزيكه البلوز. طبيعي بقى ان في اي فيلم ان المزيكا دي بتبقى حاجه في الخلفيه، واحد بيحكي قصه وبيسردها، لكن المزيكا دي بتبقى ورا عشان عايز المشاهد يحس باحساس معين. لكن مش هو ده اللي بيحصل في الفيلم. المزيكا هنا كانت جزء من ادوات السرد، زيها زي الحوار، زي انفعالات الممثل، زي اي حاجه بتحصل. هي حاجه بتحكي القصه مش مجرد حاجه في الخلفيه، ودي حاجه طبعا من شطاره المخرج ومن ابداع بقى الراجل اللي عملها اسمه لودفيج جرانسون. ولو انت مش عارف اسمه فهو ده يعتبر تلميذ هانس زيمر، وهو ده برضو اللي عمل مزيكه بلاك بانثر وتينت واوبنهايمر اللي خد عليها اوسكار من سنه. فكره ان الكاتب يبقى هو نفسه المخرج دايما بتخلي الفيلم متناغم بشكل كبير. الراجل اللي عنده التصور هو نفس الراجل اللي بينفذ. وفي الفيلم ده هو ابتكر في الكتابه وفي الاخراج. من ناحيه الكتابه ففي مشهد اللي شاف الفيلم هيفهم قصدي، واللي ما شافش ما تقلقش انا مش هحرق. هما اتنين كانوا قاعدين مع بعض في العربيه، واحد بيحكي قصه للتاني، قصه تعتبر قديمه شويه، فده يعتبر فلاش باك هيتعرض قدام الناس. عرض الفلاش باك في الافلام بيبقى بطريقه من طريقه، يا اما انا هقول القصه وهحكيها وصوتي هيكمل كفويس اوفر فوق المشهد اللي قديم، فالمشهد القديم ده مش هيطلع منه اصوات وانا مكمل كفويس اوفر. تاني طريقه ان انا وانا بحكي القصه للشخص اللي قدامي صوتي بيقف في حته معينه والمشهد القديم بيتعرض هو. اللي حصل بقى في المشهد ده لا الطريقه الاولى ولا الطريقه الثانيه، دي كانت طريقه ثالثه انا لا شفت زيها وتقريبا ما سمعتش زيها. وركز على حته سمعت دي، وخدت وقت من الناس اللي قاعده في السينما لحد ما خدنا بالنا منها. والجميل بقى فيها ان انت لما بتاخد بالك منها انت بتنبسط، تحس ان انت لاحظت حاجه ذكيه. الفيلم ممكن يكون خد وقت اطول زياده من اللازم شويه عشان يبني العالم والشخصيات بتوعه، لكن كل ده عشان يكافئنا بمشهد تقريبا في نص الفيلم اقل ما يقال عليه انه فريد من نوعه، ما تكررش قبل كده. ممكن تقال على كتابته، على اخراجه، على مزيكته، على التصوير، على الكوريوجرافي، على كل حاجه تقريبا. عارف كده لما تحس احساس ان انت خرجت بره حاجز الزمان والمكان. ممكن تقول ان انا بافور، بس هو ده اللي انا حسيته. ومش بس اللي انا حسيته، هو انا تقريبا شفته قدامي بادوات مش مبالغ فيها. ما عملش حاجات بالCGI او بسبيشال افكتس، هو استخدم ادوات عاديه جدا لاي مخرج، بس هو كان شاطر انه يحسسني بالحاله دي. المشهد ده بالذات حسسني بمتعه وانبساط ما حسيتهاش مع اي مزيكه فيلم قبل كده. وده مش معناه ان هو احسن مزيكه فيلم في التاريخ، مع انها ارجيومنت قويه بصراحه. يعني هو ليه لا؟ بصراحه كده انا براهن ان المشهد ده هيجيب اوسكار للفيلم، والاكاديميه وذوقها بقى يختاروا انهي نوع اوسكار عندهم لايق على اللي حصل في المشهد ده، لان انا مش قادر اوصفه اكتر من اللي انا قلته حتى لو في حريه حرق. هو مشهد يتشاف ولازم يتشاف سينما. مايكل بي جوردن بقى كان ليه تحدي خاص بيه. هو عامل اخين توأم، الفروقات اللي بينهم بسيطه قوي ومحتاجه حد يركز عشان يلاحظها، بس في نفس الوقت هو بيتحرك على الخط الرفيع ده مخلي كل واحد ليه صفاته الخاصه بيه. We've been gone a long time. We back now. ابطال الفيلم اللي انا قلتهم قبل كده يعتبروا هم دول اللي ظهروا اكتر على الشاشه، لكن بقى المحرك الاساسي بتاع الفيلم شخصيه اسمها بريتشر بول. عملها راجل تقريبا كده جالنا هديه من السماء اسمه مايلز كيت. صوته مش من زماننا، هو صوته تقريبا من زمن الفيلم. معظم الكلام اللي انا قلته يعتبر مميزات، بس من ناحيه العيوب بقى ففي حاجه حصلت في السينما انا ما حصلتش معايا قبل كده. في ناس مشيت قبل ما الفيلم يخلص بنص ساعه او ساعه الا ربع، فواضح ان هو مش هيعجب الناس كلها.
وممكن ده يكون بسبب ان الفيلم نفسه الجونرز بتاعته كتيره قوي. بس لما الكريدتس نزلت وانا خلاص كنت ناوي امشي، لقيت في حد بيقول لي لا يا كابتن اقعد، ده لسه في بوست كريدت سين هيتعرض. فواضح ان هو انبسط بالفيلم وهو انفستد قوي في القصه، فعايز اللي قاعدين كمان معاه ينبسطوا بالفيلم. في بوست كريدت سين في اخر الفيلم، ما تقومش قبل ما تشوفه، مهم جدا وهيفرق معاك في القصه بتاعه الفيلم. ده من اكتر الافلام اللي انا ممكن اقول عليها ان هي اوريجينال، فيلم فكره جديده وتنفيذ جديد، في وسط ما احنا كل شويه بنشوف بريكولز ونشوف سيكولز ونشوف ريميك للايف اكشن يبقى انيميشن، وانيميشن يتقلب مسلسل. ده فيلم جديد. وبصراحه حتى لو انت مالكش في اي جونر من الجونرز اللي بينتمي لها الفيلم، انا رايي تشوفه في السينما. يعني انا واحد ملوش في افلام الرعب، ما بطيقش افلام الرعب، بس المره دي قلت اجرب مش هخسر حاجه، وطالع من الفيلم مبسوط ان انا خدت القرار ده. وبمناسبه الرعب، فالفيلم فيه رعب وفيه فامبايرز وفيه كام جامب سكير كده، بس لو انت داخل مستني منه فيلم رعب هارد كور مش هتلاقيه قوي. فهو يعتبر مش فيلم رعب، مش فيلم رومانسي، مش فيلم عن الاساطير، ومش فيلم عن العصابات، ومش فيلم عن السوق. امال يعتبر ايه؟ هو يعتبر فيلم ميوزيكال بيحكي كل اللي فات ده بس بطريقه ممتعه. انا بقى كنت طالع من الفيلم مستمتع جدا، بس في كام حاجه ضايقوني. فبعد تفكير يعني طويل قلت اديله 9 من 10. لو شفت الفيلم قول لي رايك في الكومنتات، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب عشان لسه هنتكلم في افلام تاني. نتقابل بعدين. سلام.